ان الاغلبيه هنا ديال المناضلات راه مناضله من العنصر ديال النسوي والاكثر فعاليه وعطاء. وبالتالي النقاش ديال الموضوع ديال المراه اون جينيرال والعمل السياسي كيطلب اول نقاش ديال الوضعيه ديال المراه من داخل المجتمع اللي كيخليها انها تمارس السياسه. كما كنعرفوا ان المراه اكثر تضررا وعليها واحد العنف اللي هو مزدوج، وفي عليها واحد الاضطهاد اللي هو مزدوج ولا اكثر كاع من المزدوج من داخل المجتمعات يعني طبقيه اون جينيرال اولا من داخل المجتمع المغربي. وبالتالي هذا الوضع باعتبار ان كتقع معها الراسماليه ولا الانظمه الطبقيه وكيقع مع المجتمع وكيقع معها الزوج وكيقع معها حتى ولدها، كنلقاو المراه وشي يعني كيقع معها ماشي فقط يعني البرجوازيه ولا الراسماليه. وبالتالي هنا الموضوع ديال المراه يعني كنلقاو بان المراه هي ملي كطور بواحد الحده اكبر من الرجل. وكنلقاو مثلا مجموعه من الثورات راه النساء هما اللي خرجوها. الثوره ديال روسيا في 1917 راه واحد المعمل ديال بيترسبورغ العاملين تما هما اللي خرجوا اول شراره اللي خلات يعني الاتحاد السوفيتي انه يكون من داخل الولايات المتحده الامريكيه. في الذكرى ديال فاتح ماي راه عاملات خرجوا وتظاهروا وتواجهوا بالمدافع يعني بالقطاس يعني التظاهر ديالهم. وبالتالي هذا التخليط ديالنا العالمي للمراه راه ماشي هو تكرير المراه ولا هذا تفكير بالوضع، واحد الوضع اللي هو مزري ديال المراه اللي كتعيش المراه بفعل يعني غياب المساواه، بفعل الاضطهاد، بفعل يعني القمع، بفعل الارهاب اللي كتمارس عليها بشكل دائم، سواء على المستوى المادي من خلال يعني قوانين ديال الارث او لا من الوضع ديالها من داخل المجتمع، من داخل المدرسه، من داخل المناصب. وبالتالي التحرر ديال المراه راه ما كاينش شي حد غادي يحررها من غير راسها. راه ما تسناوش من الرجل انه يحرر المراه ولا يهضر عليها. المراه براسها هي اللي خصها تناضل لانها هي يعني اللي واعيه اكثر الاضطهاد اللي كتعيشوا. وبالتالي يعني خص المراه انها تدخل تناضل. وملي كنصدروا هنا يعني مجموعه من الشخصيات على مستوى مثلا العالم ولا المغرب كنصدروا روزا لوكسمبورغ اللي كانت واحد المناضله وواحد الثوريه اللي هي عندها واحد الصيت عالمي واللي شكون اللي قتلها يعني تم الاعدام ديالها مع الرافق الكنيخت من قبل ادولف هتلر يعني في المانيا. كنذكروا كوبسكايا، كنذكروا يعني الرافقه ديال ماو تse تونغ على سميتها اللي تحكمات في اطار يعني عصابه الارباط من بعد يعني وصول البرجوازيه للسلطه واللي مخلص الى مؤخرا. وكنهضروا على بزاف ديال التجارب يعني في نهايه المطاف اللي هي لعبت فيهم المراه واحد الدور اللي هو رائد. اما بالنسبه لنا المغرب كنذكروا سعيده المنبي اللي هي تشهدات من داخل السجون ديال الرجعيه يعني في منظمه الى الامام. وكنستحضروا يعني اللي فيها مضاد اضراب على الطعام اللي هو بطولي وصلوا للاستشهاد. يعني الاستشهاد ديالها رغم الخيانه ديال الذكور، كاين شي ذكور اللي هما كانوا معاها يعني اللي هما مناضلين اللي هما حاليا كيتصفوا على الجبهه ديال الامام اللي هما حرزني وبنسكري وشحال من واحد. هي بقات في الاضراب على الطعام ومصممه على انها تصمم في الاضراب على الطعام على انها تكون القضيه ديالها. هذا هو النموذج ديال المناضله المغربيه. وملي كنهضروا على الرفيقه اللي سدات فاس زبيده خليفه مناضله كانت في الصفوف الاماميه في التضامن مع فلسطين وبصدر يعني عاري خرجت وتلقات الرصاص يعني في التظاهرات ديال الطلبه التضامن مع فلسطين. وتجارب كثيره. والرفيقه زهره مذكور كما كتعرفوا اللي كانت معنا في المعتقل راه تعرضت لابشع التعذيب. راه كانت هي البوان فيو اللي كانوا كيركزوا عليها. الا كنهضروا على التعذيب اللي كانت تعرضت ليه راه السيده حيدوا لها حوايجها وبانوا عليها البوليس. هذو هما المناضلين ماشي وبقات صامده في وسط الكوميساريه وما داو حتى اعترافات، بقات كتضحك في وسط الكوميساريه. ومن داخل السجن كذلك حاولوا انهم يهرسوها بشتى الطرق وما قدروش وسط المحكمه. يعني تبدأ بان المراه المغربيه راه في واحد المستوى اللي هو عالي وعالي جدا وما يمكنش شي واحد انه في نهايه المطاف يختصرها في جسد ولا في شعب ولا المراه المغربيه ناقصه ولا. وملي كنهضروا على هذا الوضع يعني ديال المراه المغربيه حاليا الوضع السياسي باش مختصر يعني حاليا تمثيليه ديال المراه في البرلمان في الحكومه بوحده ولا بجوج ولا 10. راه ملي كنهضروا على المراه راه ما كنهضروش المراه بالاطلاقيه، كنهضروا المراه على موقع طبقي. راه ملي كما كيطاح يعني ملي كتشوف واحد يعني حتى ديكتاتوريات اللي هي ديال بن علي ومبارك شكون اللي موراهم؟ راه موراهم ديك سوزان مبارك وداك مورا ديك ليلى بن علي اللي هما كانوا اباطره
اللي هما كانوا كيسحقوا المراه المصريه، اللي هما اللي كانوا كيسحقوا المراه التونسيه. وبالتالي المراه ملي كنهضروا عليها ما كنهضروش عليها كواحد، كنهضروا عليها كل واحد مراه مكعتبقي. كيما بنت الفهري وبنت الفاشي وبنت هذه وبنت هذه كتعيش واحد الظروف اللي هي ما عرفت كي دايره. المراه قرويه في الجبال وفي المعارض كتعاني الويلات ومخصيه بشكل خطير. وبالتالي المراه كنستقدروها من موقع طبقي. وبالعلاقه مع النضال يجب ان الجمعيه الوطنيه في هذا المجال السياسي يكون تثقيف المراه، لان المراه الوضع دابا اللي خلاها انها ما تكونش في المقدمه وهذه راه خلينا نتمطر في رؤيه اجتماعيه، رؤيه ديال الثقافيه، رؤيه ديال الدين، ديال التقاليد، ديال الثقافه، وديال بزاف ديال المسائل اللي خلات نتمطر ديما تكون رؤيه دونيه للمراه، واللي كتخليها دائما مقصيه من المجتمع وكتشاف كعوره وكتشاف كواحد الوسيله ماديه، واللي كيتنابل لا المجتمع الراسمالي اللي حولها البضاعه. لان المراه حاليا ملي كنشوفوا الاشهارات والمجلات وهذه كنشوفوا المراه باعتبارها واحد الاداه للتسويق. وملي كنهضروا عاوتاني على السنوات ديال 1908 الخروج ديال المراه للعمل، راه تعتبر المراه اكثر سهوله في الاستغلال والاستنزاف. راه منين مثلا كتلقى مثلا وزين كيخدموا فيه عيالات ولا نساء كيخدموا بواحد 2 متر غير مقارنه مع الرجال. وبالتالي حاليا ملي كنناقشوا الموضوعات الاسره اللي من قبل، راه ما خارجش باش تحرر المراه، ما خارجش باش تعطي المراه المساواه، خارجه باش انها تخرج المراه من الدار ديالها للمصنع باش تشتغل باش تستنزف. باش نفهموا اي حاجه جايه من هذا النظام الفاشل اللي كان في المغرب راه ما كيجيش صدفه، ولا كيجي كيبغي الخير لولاد الشعب. بقدر ما ان هذه المدونه كتسعى ان المجتمع المراه تخرجها من البيت ديالها، من بيت الزوجيه للمصانع والمزارع باش تشتغل تما، لان باعتبارها ان الكلفه ديال استغلالها طايحه بزاف، وتصبر المهانات وتصبر. كون كاين المصانع هنا في وجدت غتشوف المعاناه، غتشوف المآسي، غدوزو الاكادير، العاملات في الضيعات، الاستغلال الجنسي، الاغتصابات، مع التحرشات، ما عرفت كاع شنو. تما كيبان واحد الفرق شاسع. اما هنا في وجدت راه باقي واحد المجتمع اللي هو متحفظ، وباقي الحدود ديال الاضطهاد على المراه شويه، رغم انها باقيه في الدور كتطمع في الديور، ولكن ما كتبانش على مستوى برا. راه من داخل المدن مثلا بحال الدار البيضاء، بحال اكادير، ولا بحال المدن اللي هو فيهم واحد المستوى ديال الصناعه، راه تما كيبان واحد الوضع مزري ديال المراه. بالتالي باش نكونوا مختصين انه كاين جاي المراحل يجب ان الاستمرار في هذا النقاش والندوات اللي قد انها تثبت واحد الوعي وسط المناضلين في انهم من الامل ديالنا، وهما واحد القوه اللي هي جباره اللي قادره تصنع التغيير، وحنا مآمنين بها ومآمنين بقدرتها على الصمود وعلى التضحيه وعلى الكفاح من اجل تحرير راسها وتحرير المجتمع ديالها. وتحيه.